سيظل تاريخ كرة القدم المصرية يتذكر طرائف وعجائب 48 ساعة في مسيرة الجبلاية. 48 ساعة من الغموض، 48 ساعة بين الغدر بمحمد يوسف السريع والظهور الأسرع للكابتن حسام حسن. 48 ساعة محدش عرف حاجة، واللي عرف عمل نفسه مش عارف. لكن الحقيقة إن الصورة واضحة. تم استدعاء الكابتن محمد يوسف على أساس أنه يتولى تدريب منتخب مصر، وكانت له تجربة سابقة منذ قدوم السيد فيتوريا. اتحاد الكرة برضو كان عرض على محمد يوسف إن هو يكون موجود في الجهاز مع فيتوريا. قال لهم طب أنا هبقى موجود في الجهاز قبل ما يجي فيتوريا. ممكن جدا جدا الراجل يعني ما يكونش محتاج القصة دي، وبيحبوا دايما الأجانب إن هم يعني يمشوا حالهم. ده كان في ده كان في المشوار الاولاني. مشي فيتوريا وجاء يعني الحديث عن المدرب الجديد، وصدر قرار اتحاد الكره زي ما حضراتكم عارفين بتعيين الكابتن محمد يوسف مدربا لمنتخب مصر الى حين التعاقد مع مدير فني اجنبي. وكان في قرارات تانية، 2 مدربين يسافروا ويعملوا معايشه، والكابتن علاء نبيل مدير فني للاتحاد، وحصل شويه لغط كده. لكن في ناس طبعا كتير ايدت وجود كابتن محمد يوسف، وفي ناس طبعا كالعاده يعني بدات تتساءل. لكن يعني كان في نوع من الارتياح. ليه؟ محمد يوسف شخصيه محترمه وهاديه وليه تجارب ناجحه جدا جدا. الراجل قعد دخل اتحاد الكوره صباح يوم الاحد، يمكن الناس ما تعرفش، وصل بدري قوي الساعه 9 الصبح. لا شويه وشويه بدات الناس تتوافد على اتحاد الكوره. قعد هو مع الكابتن جمال علام والاستاذ يعني خالد الدرندلي. وكانت المفاجاه انه الكابتن حسام ان الكابتن حازم امام وهو المشرف على المنتخب ما كانش موجود في القعده دي. لكن تم الاتفاق على كل حاجه، وتمام التمام، سلام عليكم مع السلامه، هنبدا نشتغل يلا على بركه الله. الكلام ده كان صباحا. بعد الظهر بدات الدنيا تمطر كده خفيف باسم الكابتن حسام حسن، وشويه شويه الاسم بدا يزيد. تاني يوم الصبحيه كان الكابتن حسام موجود في مكتب السيد وزير الشباب والرياضه، وبيتكلموا في مساله ان هو يقود منتخب مصر في وجود الكابتن جمال علام، وشويه نصايح من الوزير للكابتن حسام ان تدريب المنتخب بيختلف عن الانديه، وقصه العصبيه والكلام الكتير اللي بيتردد. لكن برضه فضلت الامور يعني تتسرب شويه شويه بنظام البلالين، يعني تسريبات كده يشوفوا الراي العام شكله لغايه الساعه 6 بدات الامور تتضح وكده، يعني لغايه ما صدر القرار بتعيين الكابتن حسام حسن ويقود منتخب مصر. فين الكابتن محمد يوسف؟ حد قال له حاجه؟ انت رحت فين؟ جاي منين؟ الراجل لانه راجل محترم حط لسانه في بقه، ولو ما كانش بهذا القدر من الاحترام كان طلع يعني وعمل يعني زي ما بيقولوا يفضح الدنيا. لكن لانه طبعا راجل ملتزم مفيش اي مشكله. بدات القصه تميل حوالين الجهاز الفني. حصل كلام كتير جدا مع كابتن حسام على انه يحصل تعديل على الاسماء اللي هو طرحها. هو طبعا تمسك. اتحاد الكوره يعني سمع من انه ممكن الكابتن احمد الكاس يجي. الكابتن احمد الكاس بيدرب فرقه من الفرق الصغيره، فرق الناشئين. وهنا برضو بدات الناس تتكلم، طب ما كده ممكن يبقى محمد يوسف يروح مكان احمد الكاس، واحمد الكاس يجي. عمليه الترمخه والتخبيط اللي بيحصل من مسائل الترضيه او ما يعتقد ان هو ترضيه. كل ده واتحاد الكوره قاعد في الكهف، قاعد في المغاره. مفيش حد، محدش طلع يتكلم على الاطلاق. ايه اللي كان محمد يوسف يعني بسرعه، وبعدين بسرعه اكتر ظهر الكابتن حسام بتشكيل جهازه الفني. كان يفترض في الوقت ده انه زي ما طلع بيان بتشكيل بالاخبار اللي طلعت بتأييد الكابتن محمد يوسف ومعاه الاثنين المدربين اللي هيسافروا معاه والكابتن علاء نبيل، كان ممكن اتحاد الكوره برضه يطلع يتكلم عشان الراي العام لا يفاجئ ولا يتساءل.
ده جاي في ايه ومشي ازاي وده جه ازاي وجه ازاي، اللي هو كابتن كلام يعني طلاسم يعني. مفيش شك ان الكابتن حسام شخصيه مهمه وشخصيه كبيره وكل حاجه. وهنا برضو الناس بتسال يعني في اطار الدعجنه العامه، اذا كان المسافه بين الاثنين محمد يوسف وحسام حسن لا تزيد عن 24 ساعه، فلماذا لم ياتي حسام حسن من الاول؟ طب وجي محمد يوسف جه ليه يعني؟ والمنظر اللي مش ظريف ده والناس بره بتتفرج علينا وهي نفسها بتتساءل يعني. طب ما حسام حسن كان ليه يعني تواجد واسماء اكتر من مره. وبعدين اطرف ما يعني في الزنبريطه دي ان يطلع لك تصريح على لسان عدد من اعضاء مجلس اداره الاتحاد يقول لك ان حسام هياخد كل الدعم، حسام مطلب جماهيري. يعني انا عمري ما شفت مدرب يعني ايا كانت قيمته طبعا يجي يعني بمطلب جماهيري. طب الجماهير لو قالت مش عايزينه بعد بكره يعني يمشي؟ ولا اللي هي الحسابات بتتحسب باي منطق وباي معايير؟ 48 ساعه فعلا بيكشفوا لك قد ايه الدنيا ملخبطه ومتكركبه ومش واضحه. وبتبين لك كمان ان اتحاد كره القدم ليس سيد قراره، وده لابد ان احنا نعترف بيه. لكن اللي اقدر اقوله دلوقتي ان في الحالات المرضيه الحرجه الدكتور يطلع من الاوضه كده يقول لك والله لو عدى على الراجل ده او عدى على الحاله الصحيه دي 24 ساعه يبقى الامور هتبقى زي الفل. محمد يوسف ما عداش عليه 24 ساعه مشي. كابتن حسام حسن عدى عليه 24 ساعه وداخلين في ال 48. يبقى كده الايه الدنيا استقرت والحاله استقرت والف مبروك. هكذا يعني ليس او يعني او هذه الطريقه ليست هي الطريقه المثلى لاداره كره القدم. لازم يعني يبقى فيه يعني شويه من العقلانيه وشويه من المواجهه وشويه من الصراحه. وآن الاوان لرجال الجبلايه انهم فعلا يخرجوا من السرداب المظلم عشان يكلموا الناس ويواجهوهم ويقولوا لهم بكل صراحه ايه حكايه ال 48 ساعه اللي سقطوا من تاريخ كره القدم المصريه. شكرا لحضرتك.